مساء الخير عليكم، معكم مينا ماهر. والنهارده فيديو شيق جدا، وفيديو من الحاجات بقى، من الحاجات هقدم لكم الحاجات النوادر قوي قوي قوي. منفاخ ميد ان جيرمان، حاجه الماني، صناعه الماني، كواليتي الماني، وسعره رخيص جدا. والخرطوم بتاعه ميد ان ايطالي، ومنفاخ كمان بعداد وجديد، وسعره مفاجاه 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 رخيص بالنسبه للامكانيات اللي فيه. تابعوا الفيديو للنهايه، هنقول لكم في السعر بتاعه والكميه محدوده. وتعالى يلا بقى نشوف المواصفات بتاعته. يلا تابعوا الفيديو للنهايه. كمان بقى هقول المنفاخ. اول حاجه دي الكيسه بتاعته مكتوب عليها الديسكريبشن بتاعه ده، وحاجات مكتوبه باللغه الالمانيه، ومكتوب هنا ميد ان جيرمان. تمام، ده اول. هو منفاخ كلاسيك، بس مواصفاته حاجة تعيش اللي هي معاك ايه 50 و60 سنة. شوفوا بقى واعملوا لايك وسبسكرايب. حاجة حصرية جدا من عندنا، السعر بتاعه هيكون رخيص بالنسبة للحاجات والكواليتي اللي هو موجود بسعر منفاخ صيني او ازيد، حاجة بسيطة جدا. فتابعوا الفيديو للنهاية عشان هنقول لكم السعر بتاعه في النهاية. بص بقى هنا ده، هتلاقي هنا برضو ايه مكتوب ميد ان جيرمان. بحثت على جوجل وبحثت لقيت البراند ده موجود، وبراند قوي يعني جدا، وشركة عالمية. يعني الحاجات الألماني حاجات انتوا عارفين، البي ام دبليو والمرسيدس حاجات بتعيش معاكوا. الايد بتاعته خشب، هو كلاسيكي. طلعوا من الكيسة بس. شكرا طبعا للمعلم الكبير بتاعنا، المعلم بتاعي. هنا في عداد، بس العداد ده بالبار، هتلاقي على الكاوتش، وانت خليك ماسكه لو سمحت. هنا برضو العداد ده بتاعه ايه بالبار. فبالبار ده انت هتيجي مكتوب على مقاس الكاوتش بالبي اس اي، ومكتوب كمان عليه بالبار. انت بقى تشوف وحدة البار دي وتنفخ عليها. القاعدة بتاعته حديد، يعني انت لما بتسيبه في الارض هيقف معاك اهو، بيقف معاك. بس وانت بتشتغل وانت بتنفخ، وبتحط مكان رجلك هنا. يعني المنفخ ده 3 نفخات بالظبط وبينفخ معاك. وتاني حاجة بقى، الحاجة المهمة ان المنفخ، ممكن تمسك لنا خرطوم لو سمحت. المنفخ بتاعه الخرطوم بتاعه ميد ان ايطالي، يعني حاجة تعيش معاك. كل حاجة في المنفخ ده كويسة جدا، والكواليتي بتاعه مختلفة جدا. هنقول لكم بقى سعره دلوقتي، وده اهم شيء. السعر رخيص، سعره 300 جنيه بس، يعني بسعر منفاخ صيني. والمنفاخ ده على فكرة جديد مش مستخدم. العرض ده من صفحة ويل بايك. معكم اخوكم مينا ماهر. اي حاجة اتصلوا بيا، اي استفسارات. وشكرا جدا ليكم، ونتمنى لكم كل خير. يلا سلام.